تقرير مغربي: الوداد ينقذ الأهلي من أزمة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا. تحدثت تقارير صحفية مغربية عن إنهاء نادي الوداد أزمة لمنافسه في نهائي دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي بعد نشوب بوادر أزمة بين القلعة الحمراء ومنتخب مصر بسبب اللاعبين الدوليين قبل نهائي البطولة القارية. وتحت عنوان الوداد يزف خبر صار للأهلي ومنتخب مصر، تحدث موقع LE 360 سبورت عن إنهاء الوداد الرياضي بوادر الأزمة التي نشبت بين الأهلي ومنتخب مصر بسبب انضمام لاعبي نادي القرن للفراعنة في التوقف الدولي القادم. وأضاف التقرير: الأهلي يرتبط بخوض إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا خارج مصر يوم 11 يونيو القادم، أي قبل مباراة مصر وغينيا ب3 أيام فقط ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. وأوضح: تقام مباراة الإياب بين الأهلي والوداد في المغرب، هو نفس البلد الذي سيستضيف مباراة منتخب مصر مع غينيا، ليتيح للاعبي الأهلي الانضمام لمعسكر الفراعنة في المغرب بعد نهاية مباراة الوداد مباشرة. وحجز الأهلي مقعده في نهائي دوري أبطال أفريقيا على حسب الترجي التونسي، بينما تأهل الوداد بعد إقصاء صن داونز الجنوب أفريقي. وتقام مباراة الذهاب في القاهرة يوم 4 يونيو القادم.